سنة 2021. مصطفى شاب كهربائي عنده 20 سنة عايش في الجيزة. مصطفى كان مدمن انترنت ومواقع تواصل اجتماعي، وفي يوم من الأيام وهو فاتح الفيسبوك شاف صفحة على الفيسبوك لشابة اسكندرانية جميلة اسمها سالي عندها 23 سنة، فبعت لها طلب صداقة وابتدوا يتعرفوا على بعض وبعتوا صورهم لبعض، وتقريبا بقوا كل يوم بيتكلموا ويتغزلوا في بعض لحد ما كل واحد جه وقال للتاني بحبك. وفي يوم من الأيام عرض عليها مصطفى إن هو يقابلها ويجي لها اسكندرية، فوافقت سالي وابتدوا يرتبوا الموضوع. وبعد المكالمة دي اختفت سالي فترة عن الفيسبوك وما بقتش تفتح خالص لحد ما فتحت في يوم من الأيام وكلمت مصطفى. طبعا مصطفى أول سؤال سأله إيه اللي حصل لها خلال الفترة اللي فاتت خلاها ما تفتحش النت ولا تكلمه. ردت عليه وقالت له إن في موضوع حصل معاها خلال الفترة دي وهو لازم يعرفه. وابتدت سالي تحكي له إن هي ربنا خلقها جميلة زي ما هو شاف الصور بنفسه. قال لها طبعا. كملت وقالت له إن جمالها ده خلى ابن عمها يغتصبها، ومش كده وبس، ده كمان أهلها أصروا إن هي تتجوز منه علشان الفضيحة وكلام الناس. ومن ساعتها كل يوم وهي عايشة في عذاب معاه ومحتاجة الراجل يحميها منه لأنه كل يوم بيعذبها، وإن هي كمان مش قادرة تنسى في يوم من الأيام إن هو اغتصبها. وسألت مصطفى وقالت له هتقدر تحميني منه؟ رد عليها مصطفى بدون تردد وقال لها طبعا أقدر أحميكي وأحمي 10 زيك، حتى لو وصل الموضوع إن أقتله. طبعا مصطفى شاب مراهق ما مرش في حياته بتجارب كتير تخليه يعرف يفرق بين الحقيقة والكذب، فصدقها على طول. واللي خلى الموضوع فارق مع مصطفى إن سالي كانت أول بنت يتكلم معاها مصطفى ويرتبط بيها عن طريق التليفون. ابتدت سالي بعد كلام مصطفى إنها تنرفزه أكتر وتقول له إن كلامه ده مجرد كلام في الهوا، لحد ما مصطفى حلف إن هو ممكن فعلا يقتله علشان خاطرها. وهنا ابتدت سالي تتفق مع مصطفى على التفاصيل والميعاد اللي هيسافر فيه من مصر لاسكندرية، وادت سالي لمصطفى عنوانها في اسكندرية. وفعلا مصطفى وصل اسكندرية واتصلت عليه سالي وقالت له ان في واحدة قريبتها هتستناه جوه العمارة ومعاها سكينة ومعاها كمان مفتاح الشقة. دخل مصطفى الشقة ومعاه السكينة وقالت له قريبة سالي إن سالي بتبلغه إن هو أول لما يخلص يمشي بسرعة وبعد شهر أو 2 يظهر علشان يتجوزوا ويكملوا حياتهم سوا، وشاورت له على أوضة النوم. دخل مصطفى أوضة النوم وفعلا لقى جوزها كان نايم ومسك السكينة وبضربة واحدة في رقبته خلص عليه. وبعد ما نزل مصطفى من العمارة اتصل على سالي وقال لها إنه خلص الاتفاق، فطمنته سالي وقالت له إنه يسافر بسرعة علشان يبقى في أمان، وإن كمان استحالة رجال الشرطة يتوقعوا إن القاتل يكون من مصر. وبعدها دخلت سالي الشقة وابتدت تصوت وتنهار واتصلت بالشرطة اللي حضروا فورا. ولما رجال الشرطة سألوا سالي عن اللي حصل قالت لهم إن هي سمعت خبط على الباب، وأول لما فتحت لقت شخص ضربها على دماغها، ولما فاقت شافت جوزها مقتول. ولما سألوها عن أي عداوات بين جوزها وأي حد تاني فقالت إنها تقريبا سمعت إن في عداوة بينه وبين مجموعة أشخاص من بدري، وسبب الخلاف كان بسبب حتة آثار. لكن رجال الشرطة قرروا إنهم يراجعوا كاميرات المراقبة اللي موجودة في العمارات اللي مجاورة، وفي فحص الكاميرات اكتشفوا إن في شخص غريب دخل العمارة وقت وقوع الجريمة. وبتكثيف التحريات قدروا يوصلوا لهوية الشخص ده واللي كان مصطفى. تم القبض على مصطفى، وأول سؤال والسؤال المنطقي والطبيعي سألوه إيه علاقتك بالقتيل؟ وعلى طول اعترف وقال إن هو ما يعرفوش، لكن كان يعرف مراته سالي عن طريق الفيسبوك، وإنه كان بيحبها جدا قبل ما هي تتجوز، وإن جوزها ده اتجوزها علشان اعتدى عليها قبل الجواز واغتصبها. وطبعا هنا رجال الشرطة اتصدموا، قعدوا يضربوا كف على كف من اللي هم قاعدين يسمعوا، وقالوا لمصطفى إن سالي متجوزة بقالها سنين كتير وإن ليها من جوزها 4 أولاد، غير إن لا في اغتصاب ولا غيره. ولما جابوا سالي ووقفت قدام مصطفى وواجهوهم ببعض قال إن مش هي دي سالي، وإن دي قريبتها اللي هي ادت له السكينة في العمارة أول لما دخل، وهي دي كمان اللي فتحت له باب الشقة، لكن دي مش سالي. ودي كانت الصدمة الأخيرة اللي عرف فيها مصطفى إن الصور اللي شافها على الفيسبوك واللي كانت سالي بتبعتها له مش صورها، وإن هي استخدمته بس علشان تخلص من جوزها. تم تقديم سالي ومصطفى للمحاكمة واتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. أشوفكم على خير في فيديو جديد.